تعالوا كده يا اغلى متابعين، شوفوا العظمه اللي انا عملتها من بواقي الكيك. عملت كده الجمال اللي انتوا شايفينه ده وبكل سهوله كده. حاجات اقتصاديه كده وسهله كده وسريعه. طبعا فرحي اولادك كده في يوم الجمعه بقى، واعملي لهم بقى التحليه الجميله ديت زي ما انت شايفه كده. الجمال طبعا من بواقي الكيك، كلنا بنعمل كيكه او تبقى بايته عندنا، فبتبقى طبعا ايه، نشفت معاكي كده فما بتتاكلش. تعالي بقى ان احنا نعمل منها العظمه اللي انت شايفاها ديت. حط لنا بقى اللايك ويلا بينا نبدا. نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا هيكون معايا كيس كده من الكريم كراميل، هيكون معايا كوبايتين من اللبن، ومعايا كده معلقتين من السكر مش مليانين قوي. حابه تحطي اقل يعني برضه هيبقى كويس معاكي، بس الصراحه معلقتين من السكر كان حلو. طبعا هرفعه على النار وهسيبه يغلي. يعني بعد ما يبدأ يغلي كده هسيبه كده لمدة كده ايه، 3 4 دقايق كده بيغلي. وطبعا ديت كانت معايا كده بواقي كده من الكيك، او تعملي كيكة كده وتبدأي تشتغلي منها. الصراحة كان معايا ده كان دي سبونج، ف طبعا ايه البواقي بتاعته، فقلت بقى ان انا اعمل بيها كده ايه الجمال اللي انتوا شفتوه ده. زي ما انت شايفه طبعا خلاص رفعته على النار، وبعد ما غلى معايا نزلته بقى من على النار. طبعا هحطه كده، آه حطيه بقى نقليه كده في طبق كده ولا حاجه، وحطيه كده في الفريزر. طبعا انا دلوقتي كده ايه احطه في الفريزر كده لمده كده نص ساعه. هو سبته لغايه ما هدى، يعني انا مش هحطه في الفريزر وهو سخن، لما هدى معايا. طبعا جبت كده فنجان الا ربع كده من الكريم شانتيه. آه طبعا هبدأ ان انا اضربه، بس بصراحة كان لسه الكريم كراميل اللي كان معايا دافي كده شوية. حسيت كده من تحت اللي هو ايه بعد ما نزلت عليه الكريم شانتيه كده كان دافي شوية. كان المفترض ان انا اسيبه يسقع كمان زيادة شوية. بس طبعا دلوقتي عارفين بقى انا هعمل ايه بقى دلوقتي لو هو حصل معاكي زي كده. خلاص انا ضربت كده فيه شوية. هبدأ ان انا ايه، هوقف الضرب كده وادخله الفريزر لمدة برضو كده ربع ساعة كده ولا حاجة، وابدأ اطلعه تاني زي ما شفته. طبعا دخلته وسبته ربع ساعة، وبدأت اللي انا ايه طلعته وفضلت اضرب فيه تاني. شايفة الجمال ما شاء الله. الصراحة كان جميل جدا، يعني كانت خطوة كانت جميلة الصراحة. حتى لو هو كان ساقع معاكي برضو اعملي الخطوة دي. شايفة قد ايه قوامه جميل ما شاء الله، تقل كده وبقى معايا حلو. خلاص كده انا خلصت، برضو حطيته في الفريزر كده وسبته لغاية ايه ما اعمل بقى اللي انا هزقي بيه الكيك كده. طبعا معايا كده كوباية من اللبن ونص كوباية من لبن البودرة، اسفة نص معلقة من اللبن البودرة ونص معلقة من السكر ونص معلقة من الكريم شانتيه، وقد كده ايه كام نقطة كده من الفانيليا. طبعا خلاص ضربتهم وحطيتهم كده ايه في حاجة بقى تزقي بقى الكيك كده. طبعا انا بقى يعني زي ما انتوا عارفين اي حاجة انت ممكن تحطي تاني في الكوباية وتشتغلي بيها عادي. جبت بقى ايه، هعمل في الاول كده طبقة كده من الكيك. وطبعا كانت معايا منجاية كده قطعتها كده مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بدأت اللي انا ايه ازقي الكيك كده. طبعا انا بسقيه، يعني انا بصي عايزه الكيك كده يكون غرقان كده مع الخليط اللي انا عملته له ده. بصراحه بيخلي طعم الكيك جميل جدا. مش عايزه اقولك اللي انا عملته في الخلاط ده، يعني الاولاد كانوا بيشربوه كده يقولوا لي يا ماما ده كانك عامله كده حاجه جميله كده. فعلا كان طعمه حلو قوي. عارفه بقى لما تزقي بيه الكيك كده بيخلي طعم الكيك الصراحه بيوديلك في حته تانية، يعني بيخلي طعم الكيك جميل جدا زي ما انت شايفه كده. طبعا بدات اللي انا ايه احط كده طبقه من الكريمه. الكريمه دي برضو لو اتفضلت معاكي كده منها شويه، انا بصراحه اتفضل معايا منها شويه حلوين من الكريمه. بدات اللي انا ايه حطيتهم كده في علبه كده، وحطيتهم في الفريزر اتجمدوا معايا. بدات اللي انا احط عليهم بقى صوص كراميل او صوص شوكليت. بقى معايا كده ايس كريم. بصراحه الاولاد كانوا مفكرين ان انا عملت لهم كده منه ايس كريم. كانت الكريمه ديت مش عايزه اقولك قد ايه الكريمه جميله. يعني الكيك يعني اي حاجه، اي كيك عندك هيمشي معاكي مفيش اي مشكله خالص. بس الصراحه الكريمه كانت جميله جدا. يعني الشغلانه يعني الشغل كله كان في الكريمه الصراحه. الكريمه كانت طالعه تحفه. بدات اللي انا ايه الكيك كده اللي هو ده
هاخد منه كده ايه الجزء بس اللي هشيل كده الجزء اللي هو الوش بتاع الكيك. طبعا زي ما انتوا عارفين انا قلت لكم قبل كده ان انا لما بعمل كيك بزود في الكيك شويه وبشيل منه، يعني انا ببقى شايله منه شويه كده ببقى شايله من الكيك كده على اساس ان انا ايه اعمل منه كده تحليه كده. ممكن اعمل بقى كاسات صغيره، ممكن اعمل على بعضه كده زي ما انا عملتها في طبق كبير. زي ما شفت كده. طبعا انا لقيت القطع الكيك كده ايه الجناب بتاعتها كده كانت لسه ظبطتها كده، حطيت لها كده قطع كده صغيره كده وظبطتها. وبرضو يعني دلوقتي هزقيها. اهم حاجه اللي زي ما قلت لكم انا محتاجه ان انا ايه لما ازقيها اخليها ايه تشرب كده من اللي انا بسقيها بيه اللبن ده، بيخليها جميله جدا الصراحه. مش عايزه اقولك بقى لما باتت معايا كمان في التلاجة كانت طعمها تحفه، يعني كل اللي اكلها قال لي جميله جدا عجبتهم قوي. بس الحته بقى اللي يعني اللي اتبقى منها كده في التلاجة لتاني يوم، يعني مش قادره اقولك كانت فعلا جميله. يعني لما باتت تاني يوم بقت اجمل بكتير من اول يوم. بدأت اللي انا طبعا دلوقتي ايه بوزع برضو الكريمة كده. انت ممكن توزعها بكيس من اكياس التلاجة، وممكن توزعها لو بالمعلقة مفيش اي مشكلة خالص، لان انا كده كده مش الوش بتاعها هيكون متزين، يعني مش محتاجة اللي انا ايه زي ما انت شايفة كده. حتى دلوقتي بقى كده اوزع كده مكعبات المانجا برضو عليها. انا اسفه جدا على الصوت اللي في الشارع والله. يعني انا دلوقتي انت عارفين بسجل لكم الفيديو الساعه 3 بالليل، يعني مش عارفه بجد ابدا اسجل امتى، يعني ولا بالليل ولا بالنهار ببقى عارفه اسجل الفيديو. والله انا ببقى محتاره اسجل امتى بسبب الشارع ما بيهداش. الله المستعان، يعني ربنا ييسر الحال. والله العظيم انا فعلا ببقى في حيره نفسي ان انا اسجل لكم الفيديو كده ما يكونش فيه اي اصوات، بس مش لاقيه وقت بصراحه. فيعني حبايبي كده ومتابعين الغاليين يسامحوني والله العظيم على الاصوات اللي هم بيسمعوها في الفيديو، وانا اسفه جدا يعني. طبعا بدات اوزع كده المكعبات المانجا. طبعا دلوقتي انت ممكن بقى لو عندك بقى كريز، بس طبعا احنا عارفين بقى اسعار الكريز بقى دلوقتي يعني بقت ايه آه غالية جدا. فبصراحة انا قلت ايه، واحنا طبعا بنحب الجيلي كتير وبالذات الجيلي بقى الفراولة، فقلت بقى ايه هعمله كده بالمكعبات كده من الجيلي. وطبعا انتوا عارفين انا عملت الجيلي معاكم كذا مرة. يعني هي الجيلي بيبقى انا بحط له بصراحة كوباية من المية السخنة ونص كوباية من المية الساقعة. طبعا جبت الطاجن كده بدأت اديت له كده مسحة خفيفة خالص من الزيت، عشان طبعا لما اجي اقطعه كده مكعبات يطلع معايا كده زي ما انتم شايفين بكل سهولة. طبعا زي ما قلت لك ممكن بقى عايزة تحطي اي حاجة تانية غير الجيلي ممكن تحطيها براحتك خالص. ممكن توزعي كلها مانجا وخلاص، يعني ما تحطيش جيلي. طبعا المانجا متوفرة و... واحنا طبعا في الموسم بتاع المانجا، والمانجا دلوقتي بقت جميلة جدا الصراحة. تابعيني بقى الغاليين، ربنا يا رب يسعدهم كده. اسعدوني بقى بكومنتاتكم الحلوة كده ورأيكم اللي بيسعدني، واللي أول مرة يشرفني كده وينورني بالاشتراك الجميل بتاعه. بكون فرحانة جدا لما بشوف كده اخواتي وحبايبي كده بيخشوا كده وبيقفوا جنبي بصراحة وبيشتركوا وبينوروني. ببقى فرحانة جدا بيهم، يعني ربنا يا رب يسعدهم. وكومنتاتهم جميلة جدا. أهم حاجة بقى اللايك عشان يرفع لي الفيديو كده وتشجع اللي أنا ايه أعمل لكم برضو فيديوهات كده. بصراحة لما بلاقي الفيديوهات مشاهداتها حلوة واللايكات حلوة بتشجع، بفكر بقى في حاجة جميلة كده تليق بيهم، واقوم اصور لهم برضو حاجة تليق كده بحبايبي ومتابعين الغاليين. لو حسيت كده ان انا ايه في فراغات كده فبدأت اللي انا احط كده ايه من مكعبات المانجا. ممكن انتي برضو تعملي اطباق كده صغيرة كده.
طبعا انا كان عندي اللي هو جل التلميع. هبدأ كده ايه ألمع كده المانجا، يعني هحط كده منه شوية كده على المانجا. لو انت هتقدميها في ساعتها او هتقدميها على طول فمش لازم يعني جل التلميع ولا حاجة. بس بصراحة انا ايه كانت هتقعد معايا كده شوية، حبيت ان انا اقعدها كده شوية في التلاجة، فحطيت عليها كده جل التلميح كده، بيديها طعم وفي نفس الوقت بيخليها بتلمع كده، ما بيخلاش تسود معايا ولا اي حاجة، بتبقى جميلة جدا الصراحة. طبعا ممكن تعملي بقى زي ما انا عملت كده التزيين وبراحتك خالص. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.